صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريح أثار اهتمام كبير جدا، وقال إن الجيش المصري بيخفي جزء كبير من قدراته العسكرية والتسليحية، وقال إن اللي العالم شايفه هو مجرد 15% من القوة الحقيقية والأساسية للقوات المسلحة المصرية. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. التصريح ده فتح باب لتساؤلات كتير، وابتدت الناس تطرح أسئلة. هل الكلام ده رسالة موجهة للشعب المصري عشان يطمنهم على قوة جيشه وإن هو قادر يحمي البلد؟ ولا دي رسالة تحذيرية لأعداء مصر وإن قوة مصر أكبر بكتير من اللي بيرسمه لهم خيالهم؟ أسئلة كتير وإجابات غامضة، والكل ليه الحق إنه يستخدم أساليبه وطرقه. هل مصر بتمتلك من السلاح ما يمكنها من معادلة توازن القوة بالشرق الأوسط؟ والسؤال الأخطر والأهم، ليه الكيان دايما بيحذر أمريكا من تسليح مصر بأحدث الأسلحة؟ وليه دايما بيلف من ورا المصريين ويروح للمسؤولين الأمريكان ويسألهم إيه نوع السلاح اللي دعمتوا بيه مصر في الفترة الأخيرة؟ وهل المسؤولين الأمريكان بيردوا عليه؟ كل دي ملفات هنناقشها معاكم النهاردة في حلقتنا فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. الحقيقة إن فكرة إن الجيش المصري يخفي جزء من معلوماته أو من قدراته العسكرية هي فكرة مش جديدة، وده مش مجرد كلام ولا تصريح عابر. الموضوع ليه جذور أعمق، وفي تقارير عالمية ومعلومات من سنين طويلة بتأكد نفس الفكرة. ولو رجعنا لسنة 2001، جريدة هآرتس التابعة لدولة الكيان نشرت تقرير خطير جدا مبني على معلومات صادر من مخابرات دولة الكيان. والتقرير كان واضح وصريح، وكان بيقول إن الجيش المصري مش بس بيخدع دولة الكيان، ده بيخدع العالم كله. واللي احنا بنشوفه او بنسمعه عن قوة الجيش المصري ما هو الا قشرة سطحية، وان الحجم الحقيقي للقوات المسلحة المصرية مختلف تماما عن اللي احنا بنسمعه او بنشوفه. وركز التقرير على ان الجيش المصري بيمتلك اسلحة ومعدات متطورة جدا، وانه بيخفي الجزء الاكبر من قوته العسكرية. والاغرب يا صديقي ان حتى دولة الكيان اللي بتقول انها قادرة تسمع دبة النملة لحد النهاردة بتصرح وبتقول ان هي مش قادرة تشوف الصورة كاملة لحجم القوات المسلحة المصرية. وصل بيهم الحال ان قادة الكيان زي شارون وباراك ونتنياهو لما كانوا بيقابلوا المسؤولين الامريكان كانوا دايما يسألوهم ايه نوعية السلاح اللي بتتسلح بيها مصر، ودايما كان على لسانهم كلمة واحدة: خدوا بالكم ان الاسلحة دي بتمثل خطر على اسرائيل. شغل قديم ومعروف قوي، لانهم عندهم فكرة من زمان او عقيدة راسخة ان عدد قوات الجيش المصري كبير، فلو كمان اتزود باسلحة حديثة كده هيبقى في اختلال في توازن القوة اللي هم مش عايزينه. والتقرير ما وقفش لحد هنا، اتكلم كمان على علاقة مصر بالدول الأخرى زي كوريا الشمالية، وإنها كانت بتعقد صفقات لشراء صواريخ أرض خطيرة جدا، اللي اعتبروا الكيان تهديد مباشر ليه، لأن الصواريخ دي ممكن تغير موازين القوة في أي مواجهة. ومن ناحيتها أمريكا كانت بتمد مصر بأحدث الأسلحة، لكن بشكل غامض شوية. مش بس كده يا صديقي، ده في دراسة عملها رائد اسمه شون باين، وهو متخصص في علم الجاسوسية، أكد فيها فكرة إن الجيش المصري مش بيظهر قوته الحقيقية. الدراسة قالت إن العالم كله مغيب عن حجم وقوة القوات المسلحة المصرية الحقيقية، لأن مصر بتمتلك من الأسلحة ما يكفيها لعمل توازن للقوة في المنطقة اللي بيمكنها إنها تأمن حدودها بشكل قوي جدا. وفي الدراسة حددت وقالت إن قوة الجيش المصري بتفوق تقريبا القوة المعلنة ب7 أضعاف. لما تربط الكلام ده بالكلام اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي تفهم كويس قوي إن الكلام مش مجرد دعاية أو مبالغة، وتتأكد إنه استمرارية لعقيدة راسخة عند الجيش المصري من سنين طويلة، وهي عقيدة الخداع اللي استخدمتها مصر في حرب 73 وتم تسميتها الخداع الاستراتيجي، اللي خلتنا نقدر نفاجئ العدو ونطرده بره سينا ونسترد أرضنا تاني. سياسة الخداع مبنية على فكرة بسيطة لكنها فعالة، إنك تخدع خصومك وتخليهم يتخيلوا إنك أضعف من الوضع الفعلي اللي أنت عليه. في نفس الوقت تحافظ على عنصر مهم جدا، وهو عنصر المفاجأة اللي بيعتبر حجر الزاوية في أي مواجهة عسكرية، لأن المفاجأة ممكن تكون العامل الأساسي لحسم المعركة. ولو رجعنا لتاريخ الجيش المصري هنلاقي السياسة دي مش جديدة، هنلاقيها استراتيجية موجودة من سنين طويلة، وده اللي بيخلي الجيش المصري دايما قوة غامضة في المنطقة. حتى الدول الكبرى مش قادرة تفهم الصورة الكاملة للجيش المصري، ده في حد ذاته بيعتبر نقطة قوية جدا. في النهاية يا صديقي وأصل الحدوتة، التصريح الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي
ما كانش مجرد دعاية ولا مبالغة، ممكن يكون رسالة طمأنة للشعب في وقت مليان تحديات إقليمية وضغوط جامدة على مصر. على الناحية التانية ممكن يكون رسالة تحذير للأعداء ولأي طرف يفكر إن هو يعتدي على الأمن القومي المصري. لكن الأهم يا صديقي هو إننا نسأل نفسنا، هل سياسة الجيش المصري في الخداع هي الأنسب؟ هل فعلا من الأفضل للجيش المصري إنه يحافظ على الغموض عشان نقدر نحمي البلد من أي عدوان؟ لو عارفين الإجابة اكتبوا لنا في التعليقات. لو عجبك الفيديو لايك شير وسبسكرايب، وأهلا بيكم في أي وقت. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.